أكثر ما أعجبني في هذه المباراة بعد خسارة برشلونة طبعا هو مدرب نادي إشبيليا الذي لم يتفلسف كثيرا. شاهد مباراة باريس سان جيرمان أمام برشلونة، أخذ مفاتيح لويس إنريكي التي استعملها من أجل فتح أبواب الانتصار على نادي برشلونة وطبقها. نعطيك أبسط الأمور التي طبقها ألميدا مع إشبيليا ضد برشلونة. اضغط على بيدري وعلى ديونغ، امنع الكرة من أن تصل إليهما، واستعمل خطة التسلل، أنا نسميه الإيجابي، التسلل الإيجابي، حتى تكسر خطة التسلل كما قال لك ميدو، مع الاعتماد على الأجنحة في كسر هذا التسلل. بعدها ستستطيع أن تفعل أي شيء بدفاع برشلونة، خصوصا أن دفاع برشلونة قلتها وأعيدها وأكررها حتى الموسم الماضي ربما النقطة المضيئة الوحيدة كان إنيغو مارتينيز الذي غطى كثيرا على سوء دفاع برشلونة. وأيضا وسط الميدان الذي كان جيدا الموسم الماضي، بالامس تشوف لاعب مثل اولمو لم يقدم اي اضافه تذكر لوسط ميدان برشلونه، لاعب مثل فيران توريس لم يقدم اي اضافه تذكر لهجوم برشلونه، ليفاندوفسكي مع الاسف، ولو اني احب كثيرا هذا المهاجم واعتبره واحدا من احسن المهاجمين عبر التاريخ، الا ان ايامه في المستوى العالي انتهت، ويجب على نادي برشلونه ان يقوم بتدعيمات سريعه جدا من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه. بالامس تاكد ما قلته في بدايه الموسم، صحيح ان برشلونه خارج من موسم رائع وتاريخي، كاد يكون تاريخي اكثر لولا التعثر امام الانتر في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ولكن لا يملك عمق دكة عفوا، ولا يستطيع أن ينافس هذا الموسم على كل الألقاب الممكنة. صعب جدا على برشلونة أن يفعل هذا الأمر، خصوصا في ظل الإصابات المتكررة للامين يامال وأسلوب حياته المثير للجدل الذي سيؤثر لا محال على مستواه داخل أرضية الميدان. علامات استفهام كثيرة.